ايفون فولد وصل يا جدعان، قرب 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 والحاضر يبلغ الغايب. ادي ايفون فولد الترا الجديد، وادي جالاكسي فولد 8 اللي مش الترا الجديد برضه. ايه مواصفات ده وايه مواصفات ده ومين فيهم يكسب؟ تعالوا نقارن بينهم ونشوف. اللي معانا ده موكب مطابق للتسريبات، ومعانا التسريبات شبه المؤكدة لايفون فولد او فولد الترا الجديد اللي هينزل في شهر سبتمبر. تعالوا نشوف من حيث التصميم وسماكة الجهاز. ايفون الترا جاي بسماكة 4.5 ملم لما بيتفتح، ولما بيتطبق سماكته 9.5 ملم. مفصلة الايفون مصنوعة من ليكويد ميتال، خليط من التيتانيوم والستيل لمقاومة التطبيقات لفترة طويلة، والوزن هيكون في حدود من 210 جرام ل 215، بس لسه الوزن مش مؤكد. في المقابل بقى على الناحية التانية سامسونج زد فولد 8 بيجي بسماكة 4.5 ملم لما بيتفتح، و9.7 ملم لما بيتطبق، مع تقنية فليكس تيتانيوم اللي هي نفسها بس مسميات يعني، ووزن بيوصل ل 201 جرام بس. عن نفسي ما حسيتش الكيرف اللي من ناحية واحدة ده لطيف، بيفكرني بنوكيا الدمعة لو حد فاكره. بالنسبة للشاشات، شاشة ايفون الترا الداخلية بتيجي بحجم 7.8 بوصة اوليد، والشاشة الخارجية بحجم 5.5 بوصة مع تردد 120 هرتز. مش واضح ان كان متغير ولا ثابت، بس غالبا هيكون متغير. اما سامسونج زد فولد 8 فشاشته الداخلية بتيجي 6.6 بوصة بنسبة عرض 4:3، والسطوع بيوصل ل 3000 نت. معرفش بالظبط السطوع بتاع الايفون هيجي كام. والشاشه الخارجيه في الفولد 8 بتيجي 5.5 بوصه بنسبه 10:16، والريفريش ريت 120 متغير. والمتغير اكيد افضل في البطاريه، وجاي لك في المقارنه بين البطاريتين دلوقتي، بس خليك معايا. على مستوى الاداء والعتاد الداخلي، ايفون الترا بيعتمد على معالج A20 برو بدقه 2 نانومتر. وفقا لابل هتكون 15% افضل في توفير الطاقه وسرعه المعالجه، بس كعاده ابل ما قالتش 15% افضل من مين. هل هو من A19 ولا من اللي قبله؟ عموما كنت اتمناها شريحه M5 الجديده، كانت هتبقى حكايه، وهي موجوده في الايباد. الترا الايفون بيجي برام 12 جيجا بايت ودعم واي فاي 7، والمفاجاه هنا الاعتماد على التاتش اي دي. اخيرا ابل رجعت للتاتش اي دي من جديد. سامسونج زد فولد بقى في الطرف الثاني بيجي بمعالج سناب دراجون 8 اليت جين 5. المعالج ده متعالج مخصوص لسامسونج مع رام 12 او 16 جيجا بايت حسب المساحه، ودعم كامل لمنظومه الذكاء الاصطناعي الجالاكسي اي اي. طبعا الذكاء الاصطناعي في ابل يعني على قده، بس هو اتحسن كتير الحقيقه في اي او اس 27. اللي لسه ما جربوش يتفرج على حلقه مراجعه الاي او اس 27. بس مفيش مقارنه عموما ما بين الذكاء الاصطناعي في سامسونج والذكاء الاصطناعي في ابل، لكن ابل عامله شويه حركات عمليه الصراحه. طب والكاميرات ايه النظام؟ في منظومة الكاميرات الايفون المسرب مواصفاته بتيجي بكاميرتين خلفيتين بدقة 48 ميجا بكسل، العرض مش بالطول زي السامسونج، مفيش عدسة زوم زي سامسونج بالظبط، وعلى الاغلب فتحة العدسة مش هتكون نفس اللي هتنزل في ايفون 18 برو ماكس، وهتكون في الاداء عموما اقل شوية، بس معالجة ابل بتلحق اي نقص وبتسد وبتعوض. الناحية التانية سامسونج زد فولد 8 بيجي بكاميرتين بدقة 50 ميجا بكسل، وعملنا حلقة كاملة لمراجعة الجهاز وكاميراته، وعشنا يوم في حياته. فولد 8 رجعناه بالكامل، وهسيب لك اللينك هيظهر في مكان ما هنا او هنا يعني. واللي كان فيها الحقيقه فولد 8 بطل في البطاريه. وهنا نيجي للكلام عن البطاريه والشحن في الجهازين متقاربين جدا. بطاريه الايفون المتسربه بتيجي بسعه 4883 ملي امبير مع شحن سريع بقدره 45 واط، وعلى فكره ده رقم حلو جدا على ايفون، لان 17 برو كان 3988 ملي امبير للنسخه الفيزيكال و4255 للاي سيم، وبالتالي 4883 على الفورم فاكتور ده تعتبر قفزه، وعلى الاغلب هتكون سيليكون كربون او شم ريحه السيليكون كربون يعني، لكن ده لسه لم يتم الكشف عنه، محدش قال لنا نوعه، هنعرف لما يصدر او لو طلعت تسريبات تانية. على الناحيه التانية بطاريه سامسونج زد فولد 8 فيها حبه سيليكون كده بربع جنيه يمشوا حال العيال الصغيره يعني، وبتيجي بسعه 4800 ملي امبير مع شحن سريع 45 واط. وبالتجربه يعني بعيدا عن التريق، بطاريه زد فولد 8 من سامسونج هايله، تعتبر من افضل البطاريات اللي استخدمتها في سامسونج، تعتبر طفره. وهنا هنيجي للكلام اللي يزعل. السعر المتوقع للايفون الترا هيبدا من $2100، في حين سامسونج زد فولد 8 بيبدا من $1900.
والجهازين هيكون اقل سعه فيهم 256 جيجا بايت مع توفر ساعات طبعا مختلفه لغايه 1 تيرا بايت. طبعا سامسونج كانت صايعه وعلت على الترا ابل بالترا اكتر منه، بس طبعا 8 فولد الترا مقاسات مختلفه. السباق ولع يا شباب، سامسونج بدات الحرب، فيا ترى اللي سبق اكل النبأ ولا ابل هتقول كلمتها في حرب الفولد بعد صبر ايوب؟ تفتكروا مين يقدر يكسب الرهان في سوق الفولد؟ شاركوني برايكم في التعليقات.